السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة زي ما انتم شايفين معايا كده وصفتنا النهاردة حمص الشام. طبعا عارفين طول ما احنا في الشتاء وطول ما احنا في البرد حمص الشام ده ما نستغناش عنه نهائي، او الحلبسة زي ما بيقولوا. بإذن الله النهاردة ناوي اعمله معاكم زي ما انتم شايفين معايا كده ان شاء الله. طبعا الفيديو بتاعنا هيبقى سهل وبسيط وخفيف زي ما احنا متعودين، وحمص الشام ما بياخدش معانا اي وقت خالص. اول حاجه بس هتجيبي الكميه اللي انت عايزاها، سواء ربع نص كيلو براحتك خالص. هتجيبيها وتنقعيها من بالليل لحد الصبح. انا ابتديت معاكم الفيديو من اوله، ودلوقتي احنا يعتبر بالليل. وجايبه معايا الحمص بتاعي، حطيته غسلته طبعا كويس جدا وحطيته في ميه نظيفه، وهسيبه بقى يتنقع. احنا بالليل ان شاء الله، والصبح بقى باذن الله نوريكم بقيه خطواتنا بعد النقع بتاع الحمص. كده تمام قوي. ان شاء الله الصبح نرجع معاكم ونشوف بقى خطواتنا هتبقى ايه. دلوقتي خلاص بعد ما الحمص بتاعنا بقى يتنام من بالليل لحد الصبح زي ما قلنا، انا مسكته بقى وغيرته ميته. شايفين كده بقى الحبايه معاكم هتلاقوها بتقطم. معنى كده انها هتسهل عليكي بقى السوى وايه، ومش هتاخد معاكي وقت كتير. طبعا انا قلت لكم اهو ان انا مسكته وشطفته من ميته وحطيت له ميه نظيفه. الميه طبعا قد الكميه اللي انت بتحبيها، في ناس بتحب ميه حمص الشام كتير، فكتري بقى براحتك، قللي براحتك، مفيش اي مشكله خالص. معايا بقى هنا الطماطم بتاعتنا طبعا معصوره ومتصفيه، ومعايا هنا معلقه توم صغيره. معلقه التوم الصغيره دي عشان انا عامله هنا حوالي ربع كيلو. عايزه تعملي نص هتزودي معلقه توم كبيره. هبتدي بقى بسم الله ان انا هنزل كده بالصلصه المعصوره بتاعتي وبالمعلقه التوم، وهنزل بيهم على البوتاجاز. وفي اثناء بقى ما هو هيستوي، يعني بعد حوالي كده اول ربع ساعه، هبتدي بقى ان شاء الله نحط بقى ايه التوابل بتاعتنا اللي بتخلي طعم الحمص الشامي يبقى ليه حته تانية خالص. هنزله على النار وبعد ربع ساعه هوريكم ان شاء الله هنعمل فيه ايه. دلوقتي بقى يا بنات نيجي معانا للتتبيله او الخلطه اللي احنا هنحطها في الحمص بتاعنا. زي ما قلنا اهو بقى له حوالي 10 دقايق دلوقتي على البوتاجاز بتاعي. هبتدي بقى انزل بقى ايه بالتوابل بتاعته. معايا ايه بقى هنا؟ معايا كمون، معايا توم باودر، معايا بصل باودر، معايا واحده ماجي، معايا معلقه كبيره بابريكا. طبعا كل ده هيديكي ايه بقى طعم وجمال حلو قوي طبعا. والسر هنا النهارده معانا في مرقه الدجاج، هتحلي معاكي طعم الحمص الشام والميه بتاعته، هتشربي منها وهتقولي احلى ايه حاجه ممكن تكوني دقتيها. ننزل بقى بالمكونات بتاعتنا كلها ونسيبها بقى لحد لما الحمص بتاعنا نلاقيه استوى. هو هياخد حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير، وهيكون معانا حمص الشام جاهز ويا دوبك على التقديم. وبكده خلاص الحمص بتاعنا زي ما انتم شايفين استوى معايا. خد مني حوالي نص ساعه. انا كنت موطيه عليه النار، حابه ان هو يستوي معايا على نار هاديه. طبعا زي ما انتم عارفين طبعا الدقه والشطه بتاعه الحمص بتاعنا سهله جدا. يا دوبك هتاخدي شويه شطه على شويه ميه حمص، وهتتعمل معاكي الشطه بتاعه الحمص. ونفس الكلام شويه كمون على شويه ميه من الحمص، وبرده هيتعمل معاكي الدقه بتاعه الحمص. زي ما انتم شايفين كده لذيذ جدا وحلو جدا اهو. بسم الله ما شاء الله، واستوى معايا حلو قوي. ما تنسوناش بقى في اللايك وفي الاشتراك وفعلوا الجرس من مطبخ ميرو وميمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.